السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة وصفتنا هتبقى مع قناة ملذة وطاب مع رندا محمد، اللي هي الحواوشي. ابسط واسهل من كده مفيش. الحواوشي ازاي تعمليه على اصوله، وهقولك سر تتبيلة اللحمة بتاعت الحواوشي والتسوية الصح عشان ما ينفعش ينشف منك ولا يبقى طري زيادة عن اللزوم، ما يبقاش حلو. هنسويه مع بعض على الطاسة، مش هنحطه في الفرن. هنعمل الحواوشي بخلطة الجزار اللي الناس بتقول لما بنشتري الحواوشي من عند الجزار بيبقى ليه نكهة وطعم مختلف. انا النهاردة جايبالك سر خلطة الجزار وسر عمل الحواوشي في المحلات، بس هنعمله في البيت. تابعيني، ولو عجبك الفيديو وعجبتك الطريقه بتاعتي ما تنسينيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان توصلك مني كل الاشعارات. هنبدا على بركه الله. انا معايا بقى هنقول المقادير على الكيلو، لكن انت بتعمليها حسب الكميه بتاعتك. لو انت عندك كيلو لحمه بتحطي عليه نص كيلو فلفل رومي مفروم ونص كيلو بصل. لو انت هتبقى نص كيلو لحمه هتعملي ربع بصل وربع فلفل مفروم. تمام. كل واحد بقى حسب ايه كميه اللحمه اللي عنده. دي لحمه مفرومه، انا طلبتها من الجزار ما تبقاش يفرمها لي ناعمه قوي، انا عايزاها فيها خشونه شويه زي لحمه التعصيب كده اللي هي بيفرمها لك وانت واقفه بوش واحد. هنعمل ايه؟ هحط بقى هحط الفلفل، وانا عامله الفلفل دوت ميكس فلفل حامي كام قرن كده. انت لو ما بتحبهوش خلاص ما تحطيهوش. والفلفل الرومي لو انت عايزه تحطي الفلفل الحامي احمر مش هيجرى حاجه معاكي خالص، كله هيبقى معاكي حلو وطعمه جميل وزي الفل. وهنزل البصل. كل ده كده احنا عارفينه، كل الناس بتعمل الحواوشي كده، بتحط له البصل والفلفل والملح والفلفل الاسود. خلاص. انا بقى النهارده جايبه لكم تكايه صغيره كده في التوابل هتعجبكم جدا، وهيطلع معاكم زي المحلات وزي حواوشي الجزار واحلى. ايه هي التكه دي بقى؟ انا معايا معلقه صغيره من البهارات بتاعه الحواوشي، وممكن لو انت ما لقيتيهاش تقولي بهارات اللحمه، هتلاقيها متواجده في السوبر ماركت. ومعايا معلقه كبيره من البابريكا اللي هي المدخنه، ومعايا معلقه فلفل اسود والملح والثوم البودر. انا النهارده مش هحط بصل بودر لان هو متشبع بالبصل فملهوش لازمه ان انا احط بصل بودر. ومعايا تركه بقى صغيره دي بتديله نكهه فظيعه فظيعه، الورق اللوري مع الحبهان، بس انا طحناهم. هننزل بالمكونات دي كلها كده مع بعض وهنقلب. زي ما انا دايما بقول، لما تيجي تقلبي لحمه باي مكونات تقلبيها كويس قوي قوي عشان ما يبقاش جزء منها متطعم والجزء التاني مش متطعم. جزء منها الملح وصفه يبقى حادق والجزء التاني بيبقى دلع، فاحنا نقلبها كويس قوي. وهنشوف بقى مع بعض هنعمل ايه بعد ما اتقلبت. خلاص قلبنا المكونات كلها، التوابل واللحمه والفلفل والبصل. طبعا انت قبل ما تبداي الحشو لازم تدوقيه تشوفي الملح مظبوط ولا لا. لو انت لقيتي الفلفل الحامي اللي انت حطاه مش محرقه قوي وعايزه رش عليه رشه شطه او افرمي له قرنين فلفل كمان، كل واحد حسب مزاجه. عشان اعمل الحواوشي يطلع معايا صح زي بتاع المحلات مقرمش من بره ومن جوه طري، انا لما بجيب العيش بجيبه بقول للفرن انا عايزه العيش بتاع الحواوشي. ايه هو العيش بتاع الحواوشي؟ عيش طري فاتح، مطلعه فاتح مش غامق، بيبقى طري. الجزء اللي تحت ده شويه بيبقى فيه لحميه شويه كده، تخين شويه. انت لو بتجيبي العيش مش من الفرن حاولي تجيبي الرغيف الفاتح عشان ما يتحرقش معاكي ويبقى لونه ذهبي كده وجميل في التسويه. هنعمل ايه؟ انا بجيب الرغيف بقطع الجزء ده كده كده علشان خاطر ابدا احشي الرغيف.
زي ما انتوا شايفين بيتفتح من جنب واحد كده. عندك مقص تقصيه عشان يبقى متساوي كده في الحروف، ما يبقاش مشرشر بايديكي، ما يبقاش حلو. بصوا كده زي المحلات، لكن انا الحقيقه انا بحب اقسمه الرغيف نصين كده. ليه؟ علشان خاطر لو انت عندك اولاد او وانتوا بتاكلوا الرغيف، لو انت مش قادره تاكليه هيبقى فايض مطرح اللي بياكل، ومش اي حد بيقدر ياكل حاجه مطرح حد. انا بعمله كده، انا بفضله اللي هو الانصاص ده. حتى في التسويه بيبقى برضو سهل لو انت لسه عروسه جديده بقى والدخول المطبخ جديد عليكي، ده هيبقى سهل عليكي في طريقه الحواوشي. هنحشي الحواوشي ازاي؟ اهو العيش ما فيهوش اي حاجه ولا دهنه اي حاجه. بحط قطعه اللحمه كده وبفردها سواء بايدك او بالمعلقه. انا هفرد بقى بايدي اهو. بخلي اللحمه كلها جوه العيش، ما بخليش حته اتخن من حته، وما بحطش اللحمه مكببه كده، لا، انا بفردها بايدي بحيث ان انا اخلي كل العيش مليان. بصوا اهو. هعمل الرغيف عشان تشوفوا الرغيف هيتعمل ازاي. برضو بنفس الطريقة باخد قطعة من اللحم كده اللي انا متبلاه وعاملاه للحواوشي، وهفرده برضو كده اهو لغاية الاخر. ما بسيبش الجزء اللي جوه ده من غير لحمة، عشان يبقى العيش بتاعي متطعم كده وفيه لحمة ويبقى جميل في الاكل اهو، ما يبقاش فاضي اهو. انت عايزة بقى تعملي الحواوشي اقتصادي وعندك اللحمة بس مش هتقضي افراد الاسرة كلها، زودي في الفلفل والبصل بس مش اكتر. اهو كده انا مليته اهو، كله مليان زي ما انتوا شايفين. هكمل الكمية بقى وارجع لكم اقول لكم على التركات بتاعة التسوية عشان يبقى مستوي زي المحلات والجزارين. زي ما انتوا شايفين بقى انا خلصت كمية العيش كله. هنعمل ايه؟ هنسوي بقى الحواوشي بتاعنا. دي صينية طاسة براحتك خالص اللي انت تحبي تشتغلي فيها، على العين زي ما انتوا شايفين كده بتاع البوتاجاز. انا هنزل بمقدار من الزيت اهو، بصوا مش كتير اهو. وهعمل ايه بقى؟ دي التركة اللي انا بقول عليها. انا معايا طبق دوت الدهن من بيت الكلاوي. يعني انت لما بتشتري اللحمه قولي له كده انا عايزه قطعه دهن من بيت الكلاوي او اللي هي بتاعه الخروف. هنعمل ايه عشان تبقى التطعيمه بتاعه الحواوشي بتاعنا زي السوق بالظبط والمحلات والجزارين؟ هنعمل ايه؟ هناخد على الزيت التركه بقى دي، هنزل بالقطع الصغيره دي من الدهن بتاعي عشان يدي نفس التطعيمه بتاعه المحلات بالظبط. لو انت ما بتحبيش ريحه اللية اعمليها ايه؟ بدهن من بيت الكلاوي، عشان ده اللي بيبقى طعمه حلو وبيسيح على طول، ما بيبقاش دهن كده مش معايا مش حلو. هنعمل ايه؟ هعمل معاكم رغيف عشان تشوفوا بيتعمل ازاي. انا هبعد بس الدهن كده على جنب وهحط الرغيف كده زي ما انتم شايفين. الله بقى والريحه جميله. اوعي تقولي عليه هيبقى ني، اللحمه هتبقى نيه، لا والله ما هيبقى ني، ده هو هيبقى مقرمش من بره ولونه ذهبي جميل. و ان شاء الله هقلبه بقى كده اهو. شايفين اللون؟ شايفين طعمته جميل جدا جدا. لما بتيجي تقلبي الرغيف بتمسكيه من عند فتحه الرغيف نفسه عشان اللحمه ما تقعش منك. وانا ليه حاطه زيت مش حاطه السمن كله او دهن كله؟ علشان يبقى فيه القرمشه الحلوه بتاعه السوق. لسه انا هحط بقى الانصاص. انا عملت الرغيف اهو زي ما انتم شايفين ناشف ازاي، ومن بره ومن جوه بقى اللحمه مستويه وجميله. بصوا الحلاوه، مستويه وزي الفل زي الفل. هخلص بقى الكميه وهرجع لكم.
شايفين اهو بعد ما خلص. بصوا العيش، بصوا اسمعوا الصوت، فاهمين اهو ده كده مقرمش من بره ومن جوه اللحمه مستويه وجميله وريحته تحفه. سواء عملتيه انصاص كده او رغيف كامل اللي يريحك. وكده بقى الوصفه بتاعتنا كملت. بس هقولك على حاجه، انت لو ما عندكيش لو هتعمليه في الفرن ما تلفوهوش في ورق فويل، عشان ورق الفويل بيخلي العيش يعرق ويبقى طري اكنه مسلوق. لكن لفيه بورق زبدة علشان خاطر يتقرمش معاكي ويبقى برضو طري وحلو. بس في حالة لو انت عندك مشكلة في الطاسة او مش عايزة تعملي الكمية كلها مرة واحدة، هندخله الفرن. لكن ده اسرع من الفرن بكتير وبيخلص على طول وبيديكي القرمشة والطعم الجميل المميز بالنكهات بقى بتاعتنا اللي احنا حطيناها. النهاردة الحواوشي زي المحلات وزي الجزارين مع ملذ وطاب رندا محمد. لو الوصفة بتاعتي عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك لو انت اول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس عشان توصلك مني كل الاشعارات. قناة ملذ وطاب هتلاقوا فيها ألذ الاكلات واطيب الوصفات. سلام عليكم.